السلام عليكم. وانا يا دكتور امتى اعمل عمليه الميه البيضاء؟ ده طبعا السؤال اللي بنساله اول ما نقول للمريض انت عندك ميه بيضاء ومحتاج تعمل عمليه وتشيل الميه البيضاء. يقول لك يا دكتور يعني لازم اعملها دلوقتي؟ اصل انا سمعت ان انا ممكن استنى لما تستوي يكون افضل وكده. فاحنا بنقول ان مفيش اجابه واضحه للسؤال ده او اجابه محدده للسؤال ده، لكن بتختلف حسب من مريض لمريض. فبنقول ان الميه البيضاء مجرد ما بتتعارض مع حياتك اليوميه يعني يبقى هيحصل لك ضعف نظر بدرجه تخليك مش قادر تمارس مهامك اللي كنت متعود عليها. انت هنا في الحاله دي محتاج تعمل العمليه على طول. يعني مثلا انا دكتور راجل سواق، دايما النظر بالنسبه لي مهم، بشتغل على اجهزه معينه، ميكروسكوبات او حاجات معقده محتاج النظر بدقه. هنا بنقول لك انت اول ما تكتشف ان عندك الميه البيضاء اعمل العمليه على طول. يا دكتور انا ست بيت قاعده في البيت، انا شغل يا دكتور هادي ما بتحركش كتير، مش محتاج يبقى كل قعدتي في البيت. خلاص، فبنقول وقت ما تحس ان انت في تعارض مع حركتك اليوميه وحياتك الطبيعيه تعمل العمليه. طب هل الافضل ان انا اعملها بدري اصلا ولا متاخر يا دكتور حتى لو انا مش متاثر قوي بالنظر؟ بنقول ان الافضل ان انت كل ما الميه البيضاء تكتشفها بدري فتعملها بدري، ده افضل ليك وللجراح. انت هنا بتساعد الجراح انه يقدر يعملها لك بالموجات فوق الصوتيه، ممكن يعملها بفتحه صغيره خالص، بيزرع لك عدسه لينه مش بيبقى فيه غرز، وبالتالي بتشوف من ثاني يوم العمليه على طول. لكن لو انت استنيت لما هي تستوي زي ما بيقول، بيضطر الجراح ساعتها انه يعملها جراحه، وطبعا دي فيها مشكله، انت بتبقى فتحه كبيره، بيبقى فيها استجماتيزم بعد العمليه بدرجه كبيره، طبعا في غرز تحتاج تدخل تفكها بعد كده، والتاهيل بعد العمليه ممكن تقعد مده طويله على ما النظر يرجع كويس، وبرده ما بيبقاش بنفس الدرجه اللي بعد العمليه اللي بالموجات فوق الصوتيه او الليزر. احنا بنقول دايما كل ما تقدر تعملها بدري يكون افضل ليك، ده طبعا في الغالب الاعم. لكن بنقول ان في حالات معينه بنضطر نعمل ميه بيضاء في لحظات ما بنكتشفها، زي مثلا اطفال، طفل مولود عنده ميه بيضاء في عينيه الاثنين، طبعا ده ما ينفعش نصبر عليه خالص وبنعمل له ميه بيضاء على طول عشان ما يحصلوش كسل في العين لما يكبر. زي مثلا واحد اتخبط في العين وحصل له ميه بيضاء، فلازم برده في وقت الخبط، بعد الخبط على طول اول ما نكتشف الموضوع نعمل له العمليه على طول. فدايما بنقول ان الميه البيضاء هي بتبقى زي كونسلتيشن كده بين الدكتور وبين المريض، بيشوفوا الاحسن والمناسب وبيحددوا بيه وقت ميعاد العمليه.